بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. وحشتوني وحشتوني. يا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشيني كده. واشوف منكم بقى تفاعل، واشوف انتوا عايزين نكمل ولا لا. بس لو مش عايزين نكمل انا هكمل برضو، خلاص ما عادش ينفع بقى. عاملين ايه يا ولاد؟ النهارده هعمل مكرونة بالبشاميل. فيديو منفصل بس كده عشان إيه، واحدة يعني صاحبتي وكده، دقيتها مني مرة او اكلتها من ايدي مرة، وحبت ان انا اعملها لها كمان مرة. فالمهم انا المرة دي هعمل لها المكرونة بايدي. بس صورتها لها بطريقة فلاحي خالص، بطريقة عادية خالص خالص. عشان بعد كده هي تبقى تعملها بقى، تجيب مكرونة مني انا هستفيد مشاهدة، ومنها هي هتعرف تعملها لوحدها، او مثلا تعملها بالطريقه اللي انا بعملها بيها. هي مش طريقه شيفات ولا طريقه حد، هي طريقه عاديه خالص خالص. وممكن تكونوا انتوا بتعملوا احسن مني كمان، بس هي عجبتها من ايدي. فبصوا بتبقى يعني حاجات إيه طعم مثلا، نفس، حاجه زي كده. يعني انتوا ممكن تلاقوا عندي خطوات انتوا مش بتعملوها، ممكن تلاقوا انا مزوده خطوات. ممكن تلاقوا مثلا يعني انتوا بتعملوا بطريقة احسن مني وبتطلع احلى مني بكتير كمان. بس كل واحد وليه طريقة. زي ما انت شايفة كده صاحبتي العزيزة، عشان تبقي تعملي المكرونة لوحدك. مكونات المكرونة سهلة خالص، مش محتاجة حاجات يعني. آه، بصي هي مكلفة وبالذات الايام دي كمان. بس طبعا لما الولاد يطلبوها وكده لازم غصب عنك ان انت هتعمليها. يعني حتى لو انت هتجيبي طلباتها على كام مرة كده. يعني مثلا دلوقتي النص لحمة ب120 جنيه. الطماطم بكام والبصل بكام والبطاطس، يعني بصوا. الحمد لله. انا جبت اللحمة، حطيت زيت على النار الاول لما سخن، بعد كده نزلت باللحمة، خدت الصدمة بتاعتها ونزلت ميتها عشان ما تنزلش ميتها. لو حطيتيها على الاول، او مثلا حطيت الزيت وهو بارد، هتنزل ميه كتير. اتشوحت تشوحتين كده، وبعد كده نزلت بالبصل المفروم ناعم، وعليه قرنين فلفل كده، واحد احمر واحد اخضر. ومش عايزه تحط ما تحطيش. كل واحد وطريقته، وكل واحد والاسلوب اللي هو بيطبخ بيه، وكل واحد وزي ما يكون. يعني اللي بيحب يحطه على الاكل، بيحطوا الاكل ده اذواق. دي توابل فلفل اسمر وملح والسبع بهارات او ال11 بهارات. انا بوريك ال الكيس اهوت، عشان ما يبقاش فيه حاجه تقولي لي ايه 11 بهارات ده وايه 7 بهارات. هو بيجي في كيس كده اسمه 11 بهار او 7. بس بيبقى حلو قوي في الاكل وبيفرق. وحطيت برضو بصل، توم بودره. وحطيت بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. بصوا التوابل اللي انتوا تحبينها، بس اهم حاجه يكون في توابل لحمه. تمام. وحطيت ورقتين لورا كده. بس انا كنت حاطه توم بودره بس. بصوا ما بيمشيش معايا. اهم حاجه كده الفصين التوم الحلوين الصحاح، اللي لسه فرماهم دلوقتي او مخرطاهم، مش فارقه يعني. بصوا بيدوا ريحه كده كنت عصره طماطمايه زي ما انتم شايفين كده، عشان انا ما بحبش المكرونه تبقى بيضه. الطماطمايه على اللحمه بتحمر المكرونه، بتخليها حمرا من جوه كده وشكلها حلو. مش لازم تصفيها يعني ولا حاجه. سبتها بقى تنزل ميتها خالص كده، لان طبعا انتوا عارفين الطماطم فيها ميه. نزل ميتها خالص كده بقى. بس انا ما بحبش برضو ان انا اخليها تبقى ناشفه قوي، لان انا ما بسلقش المكرونه قوي، بديها دوبك سلقه كده. وبعد كده بسيبها تكمل سواها بقى في الفرن. بحط لها بقى اللحمه والبشاميل وكده، اسيبها تكمل سواها في الفرن. ما حبيتش ان انا اجيب بشاميل جاهز، قلت هعمله بدقيق المره دي. انا كل مره بستسهل، او مثلا بقول بيبقى فيه البشاميل الجاهز، بيبقى فيه البهارات بتاعته وكده. جبت حته سمنه على حته زبده كده يا ولاد. شوحتها، وبعد كده هنزل ب4 معالق دقيق و2 كيلو لبن. انتي بقى على حسب الكميه اللي انت عاملاها. يعني انا مثلا كنت عامله القرب واخد كيلو وربع مكرونه. على حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها. هتعملي مثلا نص كيلو، هتبقي اعملي كيلو بشاميل بس، وحطي معلقتين دقيق بس.
الدقيق بتحمصيه كده في السمنه بقى، في الزيت، في زبده، ايا كان اي حاجه عندك يعني، ما تعقديش الدنيا. حطيت مكعب مرقه برضو بيجي في كيسه كده، مش شرط يبقى المكعب اللي هو العادي ده، جديد برضو، عشان بس تاخد لها تشويحه كده، والدقيق بيتشوح كده، تحس ان في ريحه حلوه برضو من المكعب المرقه. افضل اشوح فيه كده، تحس لحد ما تحس ان هو لونه مصفر شويه، بس هو يتحرق منه. وتحطي بقى اللبن. انا بحب يعني يتحمص كده. طبعا البشاميل الجاهز بيغنيك عن الخطوه دي خالص. بتحطي البشاميل على اللبن وتقلبي فيه لحد ما يتقل، وخلاص الموضوع انتهى. انما الدقيق ده تعوزي انت بقى تحطي توابل تانية ومش عارفه ايه. لو انت ما عندكش التوابل، بتبقي مثلا، طب احط عليها توابل ايه عشان يبقى طعمها حلو؟ فانا عملته كده وحطيت لها التوابل. مش عايزه اسبق الاحداث، انتوا هتلاقوها مع الخطوات. مش عايزه اجري بيكوا، بس عشان يبقى الموضوع سهل اهوت وبسيط، يا صاحبتي يا جارتي العزيزه، عشان تبقى عارفه سهله خالص اهو. اصلا الناس بتكسل، يعني انا كنت عامله المكرونه بشاميل دي كام مره على القناه، بس الناس بتكسل ان هي تجيب الفيديوهات القديمه، او ممكن يكونوا مش عارفين يجيبوها ازاي، عايزين اول ما يجيلهم اشعار كده ان في حاجه جديده نزلت، يقوموا داخلين عليها على طول. فانتوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، عشان لما انزل حاجه جديده يجيلكوا اشعار ان انا نزلت حاجه جديده. شايفين البشاميل لما تقل؟ حطيت انا بقى حته زبده، وحطيت فلفل اسود، ومكعب مرقه تاني، وعندك جوزة الطيب حطي، اي توابل بقى انت عايزه حابه تحطيها حطيها، وشويه ملح. وسبتها بقى كده، ما تخليهاش تبقى تقيله منك قوي، عشان هي لما بتنزلها مع النار بيرجع يتقل تاني. فانا نزلته بالقوام اللي انتوا شفتوه ده. جينا بقى لسلق المكرونه، مش محتاجه اي حاجه يعني، احنا بنسلق كلنا مكرونه عادي. شايفين كانت لسه جامده قوي شويه. انا مش عايزه اسلقها جامد، وفي نفس الوقت مش عايزه اخليها تبقى طريه يعني، ما بين البنين كده. يا دوبك خدت لها غلوتين، تمام كده. وبعدين هنصفيها ونحطها مع البشاميل بقى واللحمه وكده، تكمل سواها في قلب الفرن. ادي اللحمه متعصجه، وده البيضتين عليهم فلفل اسود عشان الزفاره، ودي جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا اختياري خالص، مش عايزه تحطها ما تحطهاش، بس انا بحب احطها لان انا بحب اكل المكرونه يعني تطلع من الفرن اكلها على طول، احتمال اكلها وهي في الفرن اصلا. بتبقى جوسي كده يعني بتبقى سايحه بالعربي بالعادي اهو، بتبقى سايحه كده وطعمها حلو قوي. حطيت شويه بشاميل على المكرونه وقلبتهم. ما بحبش برضه احط بشاميل كتير، عشان ما احسش ان هي مكلكعه ببعضها كده، انا عايزاها تبقى سايحه ومش ماسكه ببعضها. قلبت شويه اهوت، وبعد كده نحط شويه في الارضيه البشاميل و... وشوف الخطوات برضو معاهم. شويه بشاميل في الارضيه. بصوا يعني طريقه فلاحي عاديه سهله جدا، مش محتاجه اي حاجات ولا اي اختراعات ولا اي حاجه. دلوقتي اصلا احنا كنا الاول متجوزين يعني، مفيش بقى موضوع اليوتيوب دوت والحاجات ديت. فاللي ما كانتش بتعرف تطبخ عند اهلها اصلا كانت بتروح بقى تبقى محتاسه في بيت جوزها وكده، ازاي ما بتعرفش تطبخ وكده. دلوقتي تبقى قاعده في بيت اهلها، مفيش، ما بتعرفش تعمل اصلا كوبايه شاي، وأما تتجوز افتح اليوتيوب، يلا هات طريقه سلق البيض، طريقه مش عارفه عمل الشاي، طريقه مش عارفه اسهل مما يمكن يعني. انتوا جيل الدنيا يعني مروقة عليكم خالص. اسهل حاجة افتح اليوتيوب، طريقة عمل كذا، طريقة عمل مش عارفة طريقة عمل والشاطرة بقى اللي ساعات بتطلعها احسن واجمل كمان من ما هي شافت الطريقة بتاعتي، بتبدع بقى في الحاجة. حطيت اللحمة كلها هي طبعا. طبعا طول ما يبقى فيه لحمة كتير بيبقى برضو حاجة حلوة، غير بقى لما بنلحس المكرونة كده، انا ما بحبهاش الصراحة لحاسة كده. بالنسبه للجبنه، الجبنه كانت بتبقى مبشوره عن كده، بس ساحت الدنيا حر قوي وساحت ومسكت في بعضها زي ما انتم شايفين كده.
مش عايزه تحطي جبنه اصلا موتزاريلا ما تحطيش، مش لازم، يعني ما تعقديش الدنيا خالص، مفيش اي مشكله. انا بس بحب احطها عشان بحب المطه بتاعتها دي، وهي لسه بقولكوا طالعه سخنه من الفرن. احسن طريقه تاكليها المكرونه البشاميل وهي لسه طالعه من الفرن وهي لسه سخنه كده. انما لما بتقعد، يعني انا مثلا عم خلصت لصاحبتي القارب ده وسلفته وغلفته وسلوفان وكده، وخدته ورحت لها. هي صاحبتي وقريبتي وجارتي وكل حاجه، يعني حبيبتي يعني. إيه، بس بيتها جنب والدتي في بلد تاني. فانا ظبطت لها الدنيا اهوت. طبعا حط البشاميل بقى كتير على الوش، بقى كل البشاميل اللي فايض هتحطيه على على وش المكرونه. مش عايزه تحط بيض ما تحطيش، وحط جبنه موتزاريلا. مش عايزه تحطي جبنه موتزاريلا ما تحطيش. إيه بس لازم، بس ايه، حاجه تحمر وشها كده. زي ما انتم شايفين لازم تحطي فلفل اسمر على البيض عشان بس الزفره. اعملي بقى ايه البيض بطريقه عشوائيه كده، بس ما يعني ما تقلبوش مره واحده عشان البيض هيبقى في مكان واحد. إيه، وهيبقى منظره مش قد كده، مش هيبقى حلو يعني. زي ما انتم شايفين بغير الشكل بطريقه عشوائيه عشان البيض يبقى في كل حته، عشان لما تيجي تتحمر تبقى متحمره من كل حته. وتسيبيها بقى على نار هاديه براحتها خالص، من تحت ومن فوق. وتسيبيها براحتها خالص. وبعد كده ايه، بالشوكه كده من الجنب لو انتي مثلا عايزه يعني تشوفيها مستويه ولا لا، تقومي مطلعه مكرونه من الجنب كده عشان ما تبوظيش شكلها عامه يعني من فوق. حاجه تحفه الصراحه، هي عايزه تتاكل كده دلوقتي. ما تنسوش الفلفل الاسود على البيض عشان الزفار. ايه ده، برسم خريطه والله. المهم يا ولاد، ما تنسوش تعملوا لي بقى لايك. انا كده رحت لها اهوت، خدت المكرونه ورحت. بس طبعا كانت دافيه، انا ما بحبش اكلها كده. وما بحب يعني مثلا لو انا عملتها الظهر وكلنا منها وفاض منها بالليل، بحس ان هي رخمه ورزله ومش حباها وهي برد خالص خالص. اكتر حاجه ما احبش اكلها وهي برد، وفي نفس الوقت ما احبش اسخنها. يعني انا عايزاها تتاكل في ساعتها كده اول ما بتطلع من الفرن. هي هنا كانت بردت شويه، وانا حبيت برضو ان انا إيه اخرطها قدامكم عشان تشوفوها برضو. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وشجعوني كده عشان ان انا اكمل. واكتبوا لي كومنت حلو. واللي اول مره يشوفني، انا ام زياد، ودي قناه يوميات عقليه بنعمل فيها اليوميات بتاع العيله بتاعتنا او بيتي يعني. غيط بقى وبيت وطبيخ وهزار وكل حاجه. ما تنسوش تتابعوني يا ولاد، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودعموني كده ان انا استمر، لان انا كنت وقفت فتره، فانا محتاجه تشجيع من نار كده. تسلمولي وبحبكم، ويا رب اكون تحت حسن ظنكم، ويكون الفيديو سهل وبسيط عليكم. مع الف سلامه.